محاولة سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. زنكي كان بينه وبين النبي علاقة غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يزوره في المنام، وفي يوم من الأيام كان نور الدين موجود في الشام وكان نايم في أمان الله، وفجأة شاف رؤية غريبة جدا. شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا نور الدين انقذني من هذين الاثنين، وشاور على 2 شقر. فقام نور الدين زنكي من النوم مفزوع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عايزه ينقذه، فاتفزع وقام يتوضى ويصلي. ففعلا صلى ركعتين وهدي كده ورجع نام تاني، ولكن شاف نفس الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيشاور على 2 ويقول له: انقذني من هذين. فقام مفزوع تاني مش عارف يعمل ايه، فراح اتوضى وصلى لحد ما هدي ورجع نام تالت، والمرة دي شاف نفس الرؤية: يا نور الدين انقذني من هذين، ويشوف قدامه 2 شقر. طبعا المرة دي ما قدرش خلاص ينام تاني، وكان عنده وزير راجل صالح كان اسمه جمال الدين، وكان بياخد رأيه في كل حاجة. فبعت له وحكاله على اللي حصل، وقال له ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له ان هو ينقذه من ال2 دول، وشاور له على 2. اعمل ايه؟ وكان رد الوزير انهم لازم يتحركوا دلوقتي، وانهم يروحوا للمدينة المنورة علشان يتصرفوا. وفعلا ركب نور الدين الخيل بتاعه وبدأوا يتحركوا. بالكلام ده اساسا كان في اخر الليل، واتجه ناحية المدينة المنورة. ونور الدين زنكي كان راجل محبوب جدا بين الناس، وكان كريم جدا معاهم. فلما وصل خبر انه رايح للمدينة، اهل المدينة كلهم فرحوا وطلعوا علشان يستقبلوه. وفي الطريق نور الدين وصى ان اهل المدينة كلهم يتجمعوا، لانه كان عايز يوزع عليهم الصدقات والهدايا. وفعلا اول ما وصل لقى اهل المدينة كلهم متجمعين وفرحانين جدا بوجوده، وبدأ يوزع عليهم الهدايا والصدقات. وطبعا في الوقت ده كان عددهم قليل جدا مش زي دلوقتي، وكل واحد كان يروح علشان ياخد منه الهدية. كان نور الدين بيبص في وشه ويتأمله ويسأله عن اسمه، لانه كان بيدور على ال2 اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليهم في الحلم وقال له: انقذني من هذين، لحد ما الناس كلها خدوا الهدايا والصدقات، وهو شافهم واحد واحد واتأمل وشوشهم واحد واحد وما لقاش ال2 اللي بيدور عليهم. فقعد يسأل ويقول: خلاص كده اهل المدينة خلصوا، مفيش حد من اهل المدينة تاني؟ فقالوا له ان في 2 مغاربة جم علشان يحجوا، ولكنهم اغنياء وما بياخدوش حاجة من حد. طبعا نور الدين فرح جدا وطلب منهم انهم يجيبوا ال2 دول. واول ما جم قعد يتأمل فيهم ويبص لهم كويس جدا لحد ما اتأكد ان هم فعلا ال2 اللي كان بيدور عليهم. فبدأ يسألهم: انتوا جايين منين؟ فواحد رد عليه وقال له: احنا جايين من المغرب علشان الحج، وقاعدين هنا في المدينة المنورة لحد موسم الحج. فسألهم: فين البيت اللي انتوا قاعدين فيه؟ قالوا له انهم استأجروا غرفة. فقال لهم: فين الغرفة دي بالظبط؟ وكان باين عليهم التوتر جدا. قالوا له: الغرفة دي جنب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى نور الدين اتأكد ان هم دول ال2 اللي بيدور عليهم. فقال لهم: خدوني على الغرفة دي. وفعلا راح معاهم ودخل الغرفة وبدأ يدور فيها بنفسه، بيدور على اي حاجة غريبة جوه الغرفة، ولكن ملقاش اي حاجة غريبة، بس بيبص تحت رجليه لقى سجادة كده غريبة ومفروشة. فرفع السجادة دي، وكانت المفاجأة السجادة دي تحتها سرداب نفق كبير محفور. ولما نزل نور الدين الحفرة دي لقاها محفورة اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مسكهم قعد يضرب فيهم ويقول لهم: انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ طبعا في البداية أنكروا، ولكن مع تاني ألم اعترفوا وقالوا له إنهم نصارى، وإن النصارى بعتنهم علشان يسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هم ادوهم فلوس كتير جدا وكانوا بيحفروا بالليل. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له: انقذني من هذين. معجزة جميلة جدا. وفعلا نور الدين ما قصرش معاهم وأمر بقتلهم، وانتهت محاولتهم بالفشل. ونور الدين ما اكتفاش بكده، حفر خندق كبير حوالين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وامرهم يجيبوا الرصاص ودوب الرصاص ده وملى بيه الخندق. فبقى حوالين الغرفة الشريفة سور من الرصاص مالوش اي باب او مدخل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. لو عجبتكم القصة اكتبوا لي في التعليقات، ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.